كلنا مرينا بقصص ومواقف صعبة بحياتنا. شو الموقف أو القصة الصعبة اللي أنت مريت فيها وما فيك تنساها؟ أصعب من هيك. شو صاير معك؟ عايش أنا وأمي، وعندي أخت كمان معاقة بالبيت، وأخي عايش ببيته، يعني هم أولاده، يعني عيلته بيته، يعني ما في مساعدة، ما في حدا عم يساعدنا، ما عنا معين غير رب العالمين. وأنا بوضعي إني ضرير، ماني مستحي من وضعي، الحمد لله، هذا الشيء من رب العالمين. بس إنه بدنا حدا إنه بس يساعدنا، إنه بس يدفشنا دفشة هيك لقدام، إنه نعيش شوي. والله العظيم مو عايشين، يعني جوعانين جوعانين، يعني مو أي كلمة بتنقال إنه جوعانين عن جد. يعني وضع بيأسي. كنا ساكنين مساكن برزة، صار أجار البيت 1.5 ومليونين ليرة. هلا طلعنا لفوق على التل، كل يوم عم بنزل واطلع من التل أنا، يعني كل يوم عم باكل لي 200 زقل أصل لهون على الشام، عند فاعلين الخير ولاد الحلال. عم بدور على مين اشطف بنايات، اغسل سيارات مثلا. مو عيب الشغل، بس مو الكل بيقدر وضعك انسه، مو كل العالم بتقدر وضعك. في عالم بتطلع هيك وضع بخاف انه ينأذى، ما بتشغلني. انا قادر اشتغل اي شيء، بس العالم ما، في عالم ما بتقدر الوضع، انه هذا الانسان بحاجة. بس بدنا انه حدا، انه بس انه يساعدنا هيك دفشة لقدام. بس انه واختي معاقة كمان، دواها عند دواء كل شهر بهديك الحسبة. شو الدواء تبعها؟ الدواء تبع الصرع، بتاخده لأنه مع شلل رباعي، يعني ما بتحرك غير راسها. الله يعافيها يا رب. ما في، يعني ما في معين، وما في حدا انه يعيننا، وما في. والدك وين؟ والدي متوفي من 10 سنين. الله يرحمه. ايش بترحم. عايش بالبيت أنت وأمك؟ امي واختي وابن اخي. ليش أخوك وين؟ اخي ببيته. ليش تارك ابنه عنكم؟ بصراحة والدتي ما بدها اشرب، بتحبه، حفيدة، يعني ابن حفيدة الكبير. وهو اللي هو اللي مثلا عمره 5 6 سنين، مثلا بدنا غرض للبيت، انا ما خرجني اطلع على الدكان، هو اللي بيطلع ويجيب يعني عم يساعدكم؟ ايه طبعا. امي ما أخوك بيسأل عليكم؟ بيقدم شيء؟ اخي كمان وضعه كتير كتير صعب، لانه بيته وعنده بنت كمان لسه، وفاتح بيت لحاله ومصروف. وبصراحة بلا كذب، هلا اخي صار له شهر بالسجن. ليش؟ مشكلة اتخانق هو واحد وتضارب وانحبسوا الاثنين. الاثنين ما رضوا يصفطوا عن بعض. يعني هلا حتى مرته وبنته عنا كمان لبين ما يطلع. أنت حامل الكل؟ هلا مو انا حامل الكل، مين عم يعينك؟ هلا انا عم بعين حالي. مين عم يعينكم بالبيت؟ فاعلين الخير، قرايبينا، بس كمان كل العالم وضع تعبان. بس بيتكم آجار؟ ايه والله. قد إيه آجاره؟ هلا بالتل عايشين، المنطقة اللي عايشين فيها 700,000. ما قلت لك كنا عايشين بالمساكن؟ إيه صار 1.5 مليونين، ما عاد إلنا قدرة. طلعنا لفوق على التل، يعني بدك ساعة لتوصلي على الشام. طب أنا رح أسألك سؤال وبعتذر عن سؤالي. أنت ضرير من وقت الولادة؟ نعم. مو بشيء أو بحادث لا سمح الله؟ بس بالأحداث أكلت ضربة على راسي، أثرت كمان، صار معي نزيف باليسار، أثرت على اليمين. رحنا بدنا نعمل عملية، صار بدهم بالدولار الدكاترة، ما في قدرة. شو الضربة اللي أكلت على راسك؟ وقعت، صار معي أنت نزيف. وماشي يعني؟ لا والله بالبيت، زحلطت وقعت على راسي، عم أثرت كمان بزيادة. أنا خلقة معي نقص، عم صار معي نزيف من الضربة، والنزيف أثر على عيني اليمين، لأنه ما كان في قدرة إني ساوي العملية. كنت بدي أحط صمام يوقف الضغط تبع العين والنزيف، حقه بالدولار صار. الدكاترة قديش قالوا لك بتكلف العملية؟ بس نعم، هي من
تقريبا من 10 سنين بدهم كان شي 3000 4000 دولار. مين الدكتور اللي رحت لعنده؟ والله ما بذكر اسمه، بساحة السبع بحرات. شفت حدا غيره ولا بس دكتور واحد؟ لا شفت أكثر من واحد. كلهم أجمعوا على نفس المبلغ ونفس الرأي؟ كلهم أجمعوا إني بدي جهاز ينحط بعيني مشان يسحب الضغط ويوقف النزيف. في أمل للرؤية؟ إيه بإذن الله. إذا عملت العملية فيك تشوف؟ إيه بعيني اليمين. شمال؟ هلا اليمين بشوف فيها خيالات، هلا ممكن لحقها. اليسار ماتت بالمرة، أما اليمين فيني لحقها شوي. اسمني هلا عم بشوف خيالات فيها، إنه في إمكانية للعملية، بس ما في قدرة يعني إنه عم بدور إنه على فاعلين الخير. بس شوفي إنه الوضع هون كمان إنه العالم كلها ميتة. الله يرزقك ويكرمك. يكرمك يا رب. عندك مشكلة بعرض الحلقة عنا؟ لا أبدا. شكرا للطف. واقع يعني شو العيب بالعرض. إن شاء الله رح يكون لنا جمعة تانية بإذن يا الله. رب. شكرا لك. الله يكرمك. اسمي أبو عادل صالح طامينة بائع ترموز. أصلي من المزة قديمة، شيخ سعد. ساكن حاليا بأول شارع اليرموك. عمو دموعك غالية والله. عمو قد إيه صار لك بتبيع ترمس؟ لي زمن مش 40 سنة، 40 سنة أو أكثر. عندك عيلة؟ كنت موظف، كنت آذن بالمؤسسة العامة للدواجن. شو قلت لي عندي؟ ليش تركت هنيك الشغل؟ لا ما تركت، طلعت تقاعد، ما تركت. عندك عيلة؟ مرتي متوفية. الأولاد؟ عندي صبيين، بنتين مجوزين. عندي 5 بنات مجوزهم. شباب معك ولا كل واحد ببيت؟ واحد معي والثاني ساكن بنهر عيشة، أنا ساكن بأول يرمو. بيساعدوك؟ ولا أنت بتساعدهم؟ حملوا همك ولا أنت حامل همهم؟ والله كل واحد حامل هم، هذا هذا وحده، بس يعني في مساعدات بيناتنا يعني. بس هن ما بيساعدوني، الله بيساعدني، الله بيساعدني. بناتك كيف معك؟ محترمين. الله يخلي لك إياهم. جوزهم كلهم مجوزهم 5 بنات. بس زوجتي توفت في 2010. كيف توفت؟ نعم كيف توفت؟ والله صار معها قصور كلوي وقضيت اللي قضيته، وبعدين صاحب الأمانة أخذ أمانته. الله يرحمه ويغفر له يا رب. عمو أنت وين متواجد دايما؟ أنا بشتغل أحد وثلاثة وخميس. هلا اليوم بدور هيك، قطع الطريق بدور حمل الثاني الجنب الثاني، بعدين برجع من الجنب هذا، بعدين بفوت على سوق التنابل، بصلي المغرب والعشاء هون إذا الله راد. عندك مشكلة عمو بعرض الحلقة عنا؟ ما في لا. شكرا لك. عفوا، مع السلامة. خلي لي إياك.